هذا الفيديو أم بتشتكي إن ابنها رايح المدرسة وروح من غير الشنطة. الموضوع الولد مغيب ضحك. مشكلة مشان مشكلة بتناشد الأمن والوزارة إنه يدوروا عشان ابنها. والموضوع الفيديو ضرب على الآخر، جاب مشاهدات تقريبا، جاب 250,000 لايك على فيديو في التيك توك. واللي بضحك أكتر إنه الشرطة اتحركت عشان تدور على الشنطة. شوفوا معاي كيف الأم محروق قلبه والولد ولا عباله بضحك ومغيب ضحك. السلام عليكم. استغاثة لوزير التربية والتعليم. مدرسة السلام 2 ابني دخل في المدرسة بالشنطة، طلع من المدرسة من غير شنطة. بسأل على الشنطة قالوا له المدرسة العيال خدوها رموها من المدرسة التانية. رحنا المدرسة التانية ما لقيناهاش. طب أنا دلوقتي أعمل إيه؟ ابني معهوش كتب وكل الحاجة اتسرقت من الشنطة والشنطة نفسها كلها اتاخدت. وأنا رحت للمدير قال لي صوري أي صاحب منه من زمايله، صوري الصور قد إيه. أنا عايزة بس حد من المسؤولين يرد عليا ويقول لي أنا أعمل إيه؟ يعني ايه يعني اصور الورق يعني؟ وكذا مره اروح، مليون مره اروح المدرسه مش لاقيين الشنطه بتاعت الواد. لا بعد كده بقى ابني يخش يجرى له حاجه جوه المدرسه ونقول ان الواد ما نعرفش ايه اللي جرى له جوه، يموتوه يعني ولا ايه اللي يحصل بالظبط؟ يا حضره المحافظ عماد الكدواني اللي بتقول لكلنا ولادنا. طب ها ابنك، ابن حضرتك ويا سعاده المحافظ بستغيث بقول لك مدرسه السلام 2 ما فيهاش نظام. والسلام عليكم. واخيرا اخذ الشنطة. شوف هذا الفيديو. خد الشنطة يا عصام. مساء الخير متابعين المنيا نيوز ويك، ورجعنا لكم بث مباشر مع الطالب الباسم الضاحك عصام هاني اللي عامل زي بكابوزة اللي بيضحك لوحده، ومع السيد المدير المحترم مدير السلام 2، ونعرف من سيادته ايه اللي حصل في واقعة الشنطة ورجعت ازاي الشنطة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. نتعرف على حضرتك في الاول. محمد حمدي مدير السلام 2. اهلا بيك. ايه اللي حصل في قصة عصام؟ عصام هو كان نزل للفسحة ونسي الشنطة بتاعته وزمايله قعدوا يدوروا عليها وبعد كده لقيناها وجبناها واديناها له. يعني انتهت القصة ببساطة شديدة جدا كده. لقينا الشنطة وسلمناها له وبنوصلها له لغاية البيت عندنا. يا عصام ركز معانا يا عصام بدون ضحك يا عصام، ركز معانا ما تعملش زي الخروف الصغير. القصة يا عصام، ايه رأيك في الشنطة لما رجعت؟ حلوة ازاي يعني؟ حلوة ازاي؟ في سنة كام؟ تانية ايه؟ طيب ينفع تضيع منك الشنطة ولا الكتب؟ معناها اللي انت طالب ايه؟ معناها اللي انت طالب ايه؟ مهمل. تقول ايه للي زيك يا عصام؟ ما تقول لهمش حاجه ليه؟ خلي بالكم من شنطكم وكتبكم. وانت توعدنا بايه؟ تخلي بالك منين يا عصام؟ شنطتنا ولا شنطتي؟ شنطتي. حوش الشنطه بعيد عن وشك يا عصام. تقول ايه للناس اللي حبيتك من الفيديو الاولاني يا عصام؟ مشكرين. تطلع ايه؟ تطلع طالب صح ولا تطلع ممثل؟ لا ممثل. متشكرين يا استاذ محمد على اهتمامك. احنا في منزل والد عصام، واحنا بنشكر جميع على دعمهم لعصام، والسيد المدير المحترم اصر اللي هو يجيب الشنطه بنفسه لعصام. كل عام وحضراتكم طيبين. كان معاكم الدكتور محسن الشربجي في فيديو بخصوص الطالب عصام. تحياتي الجميع وامسيه سعيده.